اهلا بيكم في قناتي تجربه ايمي. تجربتنا النهارده هنكمل مسابقتنا اللي عملناها قبل كده من حوالي اسبوعين، وقلنا هنشوف ايه احسن محل بيعمل بيتزا في السويس. طبعا السويس فيها محلات بيتزا كتير، حبينا نقيم ونشوف اجمل مكان واحلى جوده واحلى كواليتي هنشوفها النهارده مع بعض. اول حاجه بدانا بيها كانت حمزه ونعمان، عملنا تقييم وفاز فيه حمزه، كان هو الافضل بصراحه. النهارده عاملين بين ايطاليانو وبين اردور. ادي الاوردر زي ما انتم شايفين، ده ايطاليانو وده اردور. هنفتح مع بعض ونشوف الجودة ونشوف الطعم ايه الأجمل، هنقيمهم مع بعض. مبدئيا الوقت، الاتنين جم في نص ساعة، الوقت كان ممتاز، ما تأخروش خالص في الوقت. بالنسبة للسعر متقارب، هنقول مع بعض السعر كده. نبدأ بإيطاليانو، ده التشيكن رانش زي ما انتم شايفين، التشيكن رانش من عند إيطاليانو، وده سعره 125. البيتزا التشيكن رانش كانت ب 125. تعالوا نشوف اردور. انا حاسه التشيكن رانش عنده مزود، التشيكن رانش مزود الصوص بتاع الرانش زي ما انتم شايفين، وده سعره 118، يعني كان اقل من عند ايطاليانو. طبعا جوده الطعم لما ندوق هقول لكم انه اشد في الطعم. بقى نشوف البيتزا التانية عشان نقيم النوعين. ده عند ايطاليانو زي ما انتم شايفين، دي سعرها 95 جنيه، وده الشكل بتاعها. اما بقى اردور، انا حاسه الفينيشنج احسن، ودي سعرها 80 جنيه مع انها ارخص، لكن انا حاسه كده في شغل اكتر وفي مزودين في كل حاجه، شكلها بصراحه جميل. ده الاتنين مع بعض زي ما انتم شايفين، ده فينيشنج الاتنين. المارجريتا بالنسبه لايطاليانو وبالنسبه لاردور. هندوق الطعم ونقول لكم بقى انه اشد في الطعم واجمل لما نجرب بنفسنا. ادي الاوردر بتاعنا كله على بعضه زي ما انتم شايفين، محل ايطاليانو ومحل اردور. الباكجينج بتاع المحلين حلو قوي زي ما انتم شايفين، الباكج شيك جدا، عجبني قوي باكجينج اردور وايطاليانو. لكن بالنسبه لي انا عندي حاسه الفينيشنج عند اردور اشد شويه، لكن طبعا الطعم اللي هنميز بيه مين اشد. يلا مع بعض نقيم ونشوف مين اجمل محل بيعمل بيتزا في السويس. اول حاجه بالنسبه لنا اردور باعت معاه جوانتي علشان لما تيجي تاكل طبعا ما تبهدلش نفسك زي ما انتم شايفين. اول حاجه زي ما قلت لكم ان هو اردور باعت جوانتي، طبعا حاجه كويسه جدا، تعرف تاكل البيتزا من غير ما تبهدل نفسك، بالذات لو كنت بره البيت. نجرب، بسم الله. دي كده اردور. هو حاطط طبعا صوص رانش كتير، العجينه حلوه قوي وطعمه ممتاز ممتاز. ايطاليانو ما جابش جوانتي في الكفر بتاعه. دي نفس البيتزا التشيكن رانش، الرانش مش كتير من بره، عجينه اردور احلى، وطعم البيتزا تشيكن رانش اجمل بكتير. نجرب بقى المارجريتا من عند اردور. عجباني قوي العجينه عنده، بصوا عامله ازاي، عجينته جميله بجد. طب نشوف بقى عندي بيتزا المارجريتا عندي ايطاليانو، انا حاسه الجبنه اكتر وطعمها برضو متميز كده. المارجريتا حلوه جدا عند ايطاليانو، والتشيكن رانش حلوه قوي عند اردور. احنا كده لو هنقيم بالنقط هنشوف مبدئيا الكفرنج الاتنين واحد، مفيش فيهم اختلاف. في الفراخ عندنا ايطاليانو اجمل، في المارجريتا عندنا سوري اردور احسن في التشيكن رانش، اما في المارجريتا كانت ايطاليانو اللي احسن. لو قلنا في نسبه 10 من 10 في الاخر، وبعد ما دقت من المطعمين خدت بيتزا
من عند ايطاليانو، من عند اردور. اقدر اقول لكم ان المستوى متقارب جدا، باستثناء ان اردور بعت لك كفرنج، بعت لك جوانتي تحطه في محطوط مع الكفر بتاعه، طبعا ده تاكل بيه، باستثناء ان كل واحد فيهم متميز في حاجه. يعني التشيكن رانش كانت لو بتحب فراخ هات من عند اردور، عنده التشيكن رانش حلوه جدا وفراخ حلوه جدا. لو بتحب المارجريتا هتلاقيها عند ايطاليانو ممتازه، مزود لك الجبنه زي ما انتم شايفين. فلو جينا نقيم زي ما انتم شايفين برضو التشيكن رانش مزودينه في اردور، والعجينه اللي عجبتني في اردور بصراحه، انا بالنسبه لي وجهه نظري انا وولادي هندي اردور التقييم النهائي هو اللي ممتاز. هو بالنسبه لنا اللي فاز معانا النهارده اردور. ايطاليانو نفس الجوده، لكن انا اخترت اردور لان نفس الجوده بين الاثنين واحده. اردور ارخص، فمتديني نفس المنتج ونفس الجوده بسعر ارخص، اكيد اختارك انت. اردور ارخص من ايطاليانو ونفس الجوده بالنسبه للاثنين، فالنهارده اللي هختاره هو اردور. اردور فاز معانا النهارده، وفاز معانا المره اللي فاتت كان حمزه، فكده معانا حمزه فايز. وعندنا في منطقه السلام احنا اخترنا اردور، هو بصراحه اللي متميز جدا. حابه اشكر المحلين، محل اردور ومحل ايطاليانو، ان هم كمان كل الحاجات اللي معاهم مقاطعه. عجبني قوي فكره ان هم جايبين الكاتشب مصري، دي حاجه تحسب لهم بصراحه. ده غير ان اردور كان شفت في الريسيت بتاعه ان هو مخصص جزء من اي فلوس بتخش للمطعم لفلسطين. طبعا دي لفته حلوه جدا جدا من المحل. اللي عجبه الفيديو يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. وانتظرونا ان شاء الله في الفيديو الجاي في التقييم الجديد في احسن محل بيتزا في السويس. يكون معانا ان شاء الله مصراوي والمؤمن باذن الله المره الجايه. انتظرونا مع التقييم الثالث على قناه تجربه ايمي.